ما تقومي تقولي له يتمرن يلف الكوميدي بود كده 6 لفات ولا انتوا ايه تمارينكم؟ انا محتاج افهم ايه تمارينكم معلش. هو ايه اللي كل شيء بتبص على جسمي فيه ايه؟ ما انت اتكسفت والله اتكسفت والله. كل شيء يعني انا هتمرن معاكي يوجا من بكره مثلا، فاول سيشن مثلا هتعملي لي ايه؟ رح توقف على رجل. اقف على رجلي؟ ما انا واقف على رجلي. رجل واحده. ايه الصعب في كده؟ افتحها على جنب. افتح ايه على جنب؟ لا انا عندي لياقه، عندي لياقه والله. افتحها كده ولا في ايه؟ رجع وسطك وسط. اهو كده، استنى اهو كده وبعدين ارفع يدينك فوق. بس ايد واحده عشان المايك. ماشي. انا شكلي كلب قوي يعني. ما الفكره ان الكوميدي بدا يمسكوا عليا الفيديو ده ويقول لك بص شاهد قبل الحذف فضيحه مينا نادر. يعني انت فاهم. طيب كم واحد معانا مرتبط؟ كلمه مرتبط يعني خاطب، متجوز، حاطط عينه على وعي يعني زي حضرتك كده، دي يعني مرتبط. فكم واحد معانا مرتبط النهارده؟ طب في كم واحد سنجل معانا النهارده؟ السناجل لسه بصحتهم، خدتوا بالكم؟ هو انا بس محتاج اعرف بس حاجه، انا اسف مش قصدي حاجه والله. الحاله الاجتماعيه اي حاجه، ولا عملت في ده ولا عملت في ده معلش. في علاقه مع الترابيزه ولا ايه؟ عشان محتاج ابقى فاهم بس. اتفضل حضرتك. في الاولانيه انا سجلت. في الاولانيه سجلت والله ما خدتش بالي. طب استنى، كم واحد مرتبط؟ يا ولد يا خجول انت بتتكذب انت. مين متجوز؟ حد متجوز قريب؟ ايوه انت مصري صح؟ طيب احكي لي، قول لي، اديني انا سنجل، فاديني 3 اسباب اتجوز عشانهم. تتجوز عشانهم؟ انا عجبني مراتك، قالت لك ما تتجوزش. انت جايبها من مصر تشغلها هنا؟ انت جايبها تشقيها يا حبيبي؟ حضرتك سعودي؟ متجوز؟ بقالك كام سنه؟ 2 ونص. عقبال العمر كله يا رب. بتندم بقالك كام سنه؟ لا والله الحمد لله. المدام صح؟ ايوه. بتفهم عربي؟ لا مش قصدي يعني بقى، قصدي عربيه. عربيه. طب كان نفسي ان هي تكون اجنبيه فتتكلم براحتك او حاجه. طب قول لي مثلا فوائد الجواز ايه؟ يعني انا كواحد سنجل لو قاعد معاك في القهوه تقنعني ازاي ان انا اتجوز؟ استقرار. انا لو دخلت على جوجل كتبت اول 3 فوائد هيطلع لي الاستقرار. هيطلع لي الاستقرار والخلفه والانجاب والتكاثر يعني اديني حاجات بره اوت اوف ذا بوكس. خدها من جوجل. ما اخدها ما انا عايز تجارب شخصيه حضرتك، يعني عايز تجارب شخصيه. يعني احنا في مصر مثلا يقول لك لا باخد ذهبها، يعني دي فايده. يعني فاهم؟ اوت اوف ذا بوكس. فاهم؟ انا عجبني السقفه اللي حصلت دي، واضح ان مبيعك اللي وراك واللي قدامك. والله العظيم ده انت ايه يا عارف انا النوعيه دي بيتجوزك سنتين يعني امشي اطلعي على بيت ابوكي بقى. انا فاهم انا النوع ده. عندنا في مصر والله الموضوع صعب شويه. اتفضل حضرتك، اديني حاجات اوت اوف ذا بوكس. ايوه ثواني حضرتك، انت في انت بتستغيث ولا في ايه اللي حصل؟ انت بتستغيث؟ نعم. والله ما فاهمك. صديق رونالدو، كريستيانو رونالدو صديقي هو. ده صاحب كريستيانو رونالدو؟ وحط امك. انت صديق كريستيانو رونالدو؟ قول له جاي تنطيط. قول له يجي تنطيط على 100 ريال. خليه يعمل فرقه وانا اعمل فرقه ونلعب ساعه واللي يتغلب يدفع حق الساعه. انت بالبلاي ستيشن ما هتفوز. بلاي ستيشن يعني بتكلم على الحقيقه عادي يعني. كان نفسي اتصور معاه والله بجد. تعرف كريستيانو والله؟ لا لا يا عم مش هنحسدك. طب ما انا اعرف جورجينا على فكره. انا متابعها والله ما شاء الله عليها يعني. بسلمني عليه بقول له مين يا نادر، هو عارفني يعني. قول لي فوائد الجواز. هو في ايه يا مدام؟ معلش انا اسف، هو ليه مش لاقي فايده في الجواز؟ بقاله 2 ونص ازاي مش لاقي فوائد؟ انا جاي اهدي النفوس حضرتك. قول لي فوائد، الحق نفسك عشان ما تروحش النهارده تنام مع كريستيانو. اتفضل. انا بفهمك لان انت هتلاقيه مش فاضي. الراجل بيصحى الصبح يتمرن وعنده 6 باكس هنا ويعمل ايش موضوع. كم عمرك انت مين؟ كم عمري هتشوف لي عروسه؟ بجد فرحتني والله العظيم. كم عمرك؟ تديني كام؟ سمعتك انا. بص بقى بايدك اليمين ادي ده على بقه وبالشمال ادي ده على بقه. قال لك ادي لك اعدام. وقاعد مسخسخ قوي في حفلتي، تديني اعدام ليه؟ حضرتك متجوز؟ ايوه. مراتك معاك؟
طب حلو بقى، انا نفسي في راجل كده. انا نفسي في راجل كده. ليه؟ تتكلم براحتك، صح؟ هتتكلم براحتك. متجوز بالك قد ايه؟ 7 سنين. انت ما شفتوش هو قالها ازاي؟ قال لك 7 سنين. اللي هو انا حسيت لحظه ان هو كان ماشي في الصحراء وحد قال له انت تايه بالك قد ايه؟ 7 سنين. هو مش شايفني، هو سامعني. 7 سنين. طيب حضرتك الجواز حلو ولا السنجله كانت احلى؟ يعني كونك سنجل وبطولك لا لا حلو. اللي هو مشي نفسك مشي نفسك. حلو 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 حلو. اتبسط اتبسط. يلا يلا. عايز تتجوز؟ يلا اتجوز اتجوز. حلو والله. والله حلو. ده بجد. لا هو اسم حضرتك ايه؟ استاذ عبد المحسن. نسمع له تحيه كبيره جدا 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 جدا. علشان تبقى مراته مش معاه وفعلا يقول الجواز حلو، فده راجل يعني راجل. يعني انا بقول لكم انا راجل، احنا ما فيش من النوع ده كتير ان تبقى مراتنا. انا اقول صح ولا مش صح؟ ما تقوليش صح. ما تعمليش فيها دكتوره هبه قطب حضرتك يعني. فاهمه؟ ما مش انت، انا باصص الناحيه دي. هو في حد هنا الناحيه دي اتقال حاجه وبتاع. طب هسالكم سؤال تاني، مين نكدي اكتر، الراجل ولا الست؟ حلوا مشاكلكم بقى، حلوا مشاكلكم، حلوا مشاكلكم. طيب الراجل هو اللي نكدي؟ ثواني يا حبيبي ثواني، ما يبقاش عندك سرعه رد كده. الست هي اللي نكديه؟ نهار اذا الرجاله متداسه، الرجاله تعبانه، ده انتوا حسبي الله ونعم الوكيل فيكم. طب في ست ممكن ترد علينا؟ ست كده باسم الستات كلها تجاوبنا. حضرتك صح؟ رافع ايدك؟ ايوه ايوه. انت متسربعه يا اختي في الرد كده، لما تهدي. ايوه ايوه روق شويه. شفتي بحكي لبناني؟ لا بس اي حاجه. هاتي لي بنت تعرف تعمل تضحكني يا بتوع النكد. انتوا اتفضلي. احنا نكديين ليه؟ مين؟ انا ما قلت. ما انت دي هرمونات؟ عشان ابقى فاهم بس. اصل انا تعبان، انا الله يرضيكي. انا بكره هصحى الصبح اعمل كده. طلعيش عين امي. مش انت يا ست الناس، يا ست الكل، يا ست البنات. لا ما هو انا يا انت النهارده. انت مش انت لسه مش انت يا ستي. من شويه قلت ايوه ايوه وكنت هتقولي ان الرجاله نكديه؟ ايوه. هو انا مجنون ولا هي اللي مختله؟ ايوه يعني هتقولي حاجه حضرتك ولا بتقولي بقى بتشاركينا الايوه؟ انا بتكلم بس انت ما سامعني. بس احنا نكدين ليه؟ اتكلمي كويس. انت هتزعقي من اولها. اتفضلي يا فندم. اما انا سامعك يا اختي اهو. سامعك يا اختي اهو. نعم احنا نكدين ليه خير؟ عشان تحسبوا ان الحياه كلها لازم تمشي على مزاجكم. صح. انت رجال. ثواني الله يبارك لك. جمعيه تحرر المراه، انت اهدي شويه علينا. بسمع اختك. اتفضلي يا اختي. بس خلاص انت قلتي حاجه. انت لقيتي واحده بتعوم على عمري. ايوه بس خلاص. انت بتحسي ان احنا دايما صح؟ انتوا اللي تحسبوا نفسكم دايما صح؟ ما احنا. ما احنا دايما صح. مجنونه بنت ولا ايه؟ مجنونه ولا تعبانه في دماغك انت؟ طيب الستات قالوا رايهم، عايزين نسمع راجل. الستات نكديه؟ لا. الرجاله يعني حريصين ان هم يناموا في بيوتهم النهارده. جوزي لي 13 سنه. جوزك 13 سنه؟ كيف؟ 13 سنه. هو جوزك معاكي؟ لا معايا ولا جوزي. ما هو حبيبي فين جوزك بقى؟ ده سؤال مهم. ما هو لازم ينام. عرفتي 13 سنه عدوا ازاي؟ اهو دي اول سنه، تاني سنه. ده اللي يتقال عليه العمر عدى وهو على المخده. والله يا حبيبتي. عشان
قهر الراجل ومنيماه وهي خارجه بره مسخسخه. ده انتوا جبروت جبروت اقسم بالله. انا اقول لكم انا فسخت ليه؟ لان انتوا انا ما عرفتش اتعامل معاكم، انتوا يعني ما فيش كتالوج. قال لك ولا هتعرف. انا محترمك والله، انا محترم صراحتك. ده جوزك اللي بيستغيث جنبك ولا مين؟ قال لك ايوه روح نام مع جوزها. والله هو العمر هيعدي كده يا ابني. ما اقول لك ايه يعني ان لم تستطع ان تقاوم فاستمتع. ما لقاش اوبشن يعني. تحت المطر. ثانية واحدة بس عشان في بنت بتدافع عن البنت الجزمة اللي انا كنت مرتبط بيها. اتفضلي يا فندم. ايوه. تسمع كلمة حلوة؟ بقول لك كنت شايلها وبجري واديتها 200 جنيه وهي مروحة. اعمل ايه تاني يا عايز؟ الكلمة الحلوة صدقة حضرتك. عندي أزمة إن أسئلتهم دايما مش متوقعة ومش في مكانها. حد بيواجه ده؟ ايش تغسل لو جاوبتها؟ أنا باصص تحت مستني السب تايتل يعني. أنا آسف والله مش بفهم سعودي، أنا آسف. ايش تخسر لو جاوبت؟ إيش أخسر لو جاوبت؟ عندنا مثل مصري يقول لك اللي ما يشوفش من الغربال يبقى إيه؟ يعني أنا قاعد مع أبوها بتقدم لها ليه؟ عشان أعمل زي الواد ده وآخد دهبها؟ ما أنا عشان بحبها ياما انتوا بتدافعوا عن بعض وخلاص. ما تعمليليش كده وتحسسيني زي ان انت دكتوره تنميه بشريه. رياشورنس لازم. نعم لازم رياشورنس. تأكيد يعني عايزة تتأكد انك بتحبها فعلا يعني. تأكيد. انسي. طب ليه الأسئلة مفاجأة؟ طب ما تسألني سؤال عادي يعني. دايما الأسئلة بتبقى مفاجأة. أنا بتخض. في كام بنت هنا بتقفل على نفسها الأوضة وبتطلع الزعل كله في الرأس. حضرتك ثواني دي جات لي بتعمليها ازاي؟ تعالي. ايوه بتعمليها ازاي؟ محتاج اعرف. لا عايز اجابه والله. ما يسوى ازعل عشان مش فاهم. شتمت صح؟ شتمت؟ قالت ايه؟ تقريبا. تخرج من ما يستاهلش أزعل عشان دي متفهه من الموضوع. في شيء مخصص في المرأة المالتي تاسكينج. مالتي تاسكينج. انتوا عنكبوت ما شاء الله. انتوا اخطبوط. انتوا بتبقى معاكم تليفون وبتعملوا باديكير وبتعملوا حاجه بصوابع رجليكم اصلا يعني. اسكتي. نعم يا ست الكل. زي ما انت رحت وخطبت وانت مش خطبتها من ما ترجم لي. عدي ترجم لي بسرعه. ايه؟ انت مش خطبتها من انا خطبتها من ابوها. وبتسألك بتحبني ولا لا؟ طيب اللي سرق ذهبها مش خطبها من ابوها كمان؟ بقول لك انت اتجرست يا معلم. مش قصدي حاجه والله، بس اقل واجب انت هتلاقي 2 كيلو ذهب دلوقتي بقى واحنا قاعدين. والله بص يعني اتصرف وانت استغلي الموقف. انا لو منك اروح للاداره خدي الفيديو نزله له على النت وافضحيه. قولي ده اللي مبيعني ذهبي وسختي وبنزل امسح بيوت في السعوديه يعني. شوف انت استغلي الموقف ازاي بقى يعني. شوفي. طيب اخر حاجه هقولها لكم اثبت لكم ان احنا كرجاله والله ما فيش في حلاوتنا. مين بس انا عايز واحده متحديه. حضرتك خلصنا التليفون نيمتي الراجل. تعالي لي اسالك سؤال. زوجك احكيكي سعودي. زوجك لو في يوم داخل عليكي معاه بوكيه ورد قالت لك في حرمان هنا طلعت. هو حبيبي بيدخل يجيب سيرة أهلها تقريبا. لو زوجك داخل عليكي ببوكيه ورد وداخل يدندن مثلا ايا كان الغنية وجايب لك كادو، أول حاجة بتيجي في بالك إيه؟ بما يرضي الله. اول حاجه إيه؟ لا اول شيء ايش السبب؟ ايه مسوي مصيبة. اهو ايوه ده الرد بقى الحقيقي. ده عليك. قلت ايه؟ مسوي مصيبه. في كام ست بتفكر كده بامانه؟ لو مش طبيعته يجيب ورد يبقى عامل عصا.
ايوه حلو تعالي لي بقى في السيناريو ده. خلينا نتخيل يعني انا بنتخيل ان انا وانت في علاقه وانا مش في طبيعتي ان انا اجيب لك ورد، اوكي؟ بس النهارده وانا في الدوام انت جيتي على بالي، قلت يا انا مقصر في حقها. ما بيحصلش الكلام. ثواني انت مالك انت؟ انا بكلم اختك اللي ورا حضرتك. حضرتك بقى كل همنا الشغل ليه؟ عشان نكفيكم مصاريف. حبيبي انا اقول لك اذا تذكرها بالدوام يتصل عليك. هو انتوا بتتكاتروا عليا يعني؟ ما انا معلش هنا اتنين وهنا واحده وهنا ربنا يسامحها دي واللي ورا دي ايه ده؟ ما انت مش كنت متشملل في الاول؟ ما تقوم تسد معايا، قوم برق لهم، اعملوا اي حاجه. نعم حاجه، اتفضلي يا فندم. لا احنا لو يتذكرها بالدوام ما تعليش صوتك عشان بخاف بعد اذنك. ربنا يخليك، انا صعبت عليك. زهق شكرا. راح يتصل يسألها. نعم حضرتك انا هقول لك على حاجه، احنا الرجاله كلنا ولاد وسخ ولاد عينها. انا تعبان. اتفضلي يا فندم. لما يوله عليها في الدوام راح يسوي يتصل فيها ويقول لها ايش طبخت لنا غدا. انا مش فاهم حاجه بس انت صح. والله انا مش هزعلك تاني. هتستناك بره. انا مش هخرج من الباب ده، هخرج من الباب ده. في مره ابويا ما جابش هديه، ابويا قال كلمتين حلوين. ابويا قاعد زي اي راجل مصري، سرته مدلدله لبره يعني عادي. فامي بتعمل له كوبايه شاي فجايه تحطها له، فابويا كانت الغزاله رايقه، فامي حطت الشاي لفت مشيت. الله طب والله يا عسل، كل ما تكبر تحلو انت. لفت قالت له فكك مش بايع حاجه من الدهب. الف شكر ليكم جمهور السعوديه، انتوا احلى. شكرا